السلام عليكم. ده كومنت على فيديو داي 1 اللي انا كنت منزلاه قبل كده لزهرة، بتقول ان هي نست كلمة المرور وفي صور مهمة جدا على تطبيق داي 1 وانها مش عارفة ترجعها وانها محتاجة مننا مساعدة. وانا والله ما اقدرش اتأخر عليكي يا زهرة. بس قبل ما ندخل على حل المشكلة، انا كنت متكلمة قبل كده عن الفيديو ده، هبقى اسيب لكم الرابط بتاعه تحت الفيديو ده تقدروا تبقوا تشوفوه. ودلوقتي هنيجي لحل المشكلة، ازاي اقدر اجيب الصور بتاعتي او ارجعها تاني، او ازاي اعين كلمة المرور من اول وجديد تاني عشان ارجع الصور اللي انا حطاها على الحساب. اول حاجة هنعملها هي ايه؟ هنمشي مع بعض خطوة خطوة. هنفتح التطبيق من اول وجديد خالص، وهنضغط تخطي اول ما يفتح لنا التطبيق بالمنظر ده. زي ما هتشوفوا على سطح المكتب بعد ما اضغط تخطي، انا دلوقتي ما عنديش ولا صورة ولا اي حاجة من اللي كانت موجودة عندي، لان انا لسه منزلة التطبيق جديد. هنروح على الثلاث شرط اللي هما فوق دول، وهنضغط على تسجيل الدخول. هيقول لي هل لديك حساب وانشاء حساب جديد، هنقول له لدي حساب. بعد ما هقول له ان لدي حساب، هيقول لي حساب داي 1 ولا حساب جوجل. عايزين بقى نعرف حاجة مهمة هنا، ان في كلتا الحالتين لازم تكونوا رابطين الحساب بحساب جوجل بتاعكم. احنا لو عندنا حساب جوجل وفاكرين احنا مسجلين بأنهي حساب، هنضغط على كلمة حساب، هيظهر لي الحسابات اللي موجودة عندك في الجهاز كلها. هتختار منهم الحساب اللي انت مسجل على اساسه التطبيق زي ما هتشوفوا كده، وهو هيعمل مزامنة تلقائية من نفسه زي ما برضو هتشوفوا كده. وبالتالي هتصبروا دقيقة 2 وهتلاقوه نزل لكم كل الحاجات اللي كانت موجودة على التطبيق. طب لو انتوا بقى نسيتوا كلمة السر، وهي دي المشكلة الأساسية اللي انا عاملة عشانها الفيديو، هنعمل ايه؟ عشان نقدر نرجع الصور من على تطبيق داي 1، هنضغط على الثلاث شرط دول وهنروح على كلمة تسجيل الدخول. بعدين هيقول لي لدي حساب وإنشاء حساب، هنقول له لدي حساب وهنضغط على حساب داي 1. هندخل البريد الإلكتروني وكلمة السر. هيقول لك احنا لما انت هتدخل البريد وكلمة المرور، هنبعت لك هناك رسالة اسمها ريكفر الايميل بتاعك او ريكفر الحساب بتاعك. هتدخل من خلالها وهتعين كلمة المرور من اول وجديد، وبكده هيقدروا انهم يدخلوك على حسابك زي ما هتشوفوا كده. طبعا هيظهر لي كلمة سيتنج هنطلع منها، وبعدين هندخل على التطبيق عشان احنا لسه داخلين كأننا داخلين من اول وجديد، وهقول لدي حساب وهدخل على داي 1. المفروض ان انا هكتب البريد الالكتروني، والمفروض ان انا داخل بقى عارف كلمة المرور مش ناسيها اهو، لان انا عينتها من اول وجديد. هنسجل الدخول، وبعدين هيقول لي انت عايز تعمل مزامنة ولا لا، والمزامنة دي اللي من خلالها هنقدر ننزل الملفات بتاعتنا اللي هي محفوظة على التطبيق. هنعمل المزامنة وهنستنى برضو دقيقتين 3، وهنلاقيه رجع لي كل الملفات بتاعتي كاملة، والصور هترجع لي من اول وجديد، مفيش حاجة منها ناقصة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب. سلام.